السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشر الفنان المصري أحمد سعد ليلة أمس الثلاثاء 4 جويلية 2023 مقطع فيديو على صفحته بالفيسبوك وحسابه الرسمي بإنستغرام لتوضيح ما حدث خلال سهرته في إطار المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة بمدينة بنزرت. وأكد أن مديرة المهرجان أخلت ببنود العقد الموقع بينهما ثم حرضت الصحفيين عليه. وقال أحمد سعد: أقدر وأحترم المرأة العربية والتونسية، وما حصل مع مديرة المهرجان لا يقلل من حبي واحترامي للشعب التونسي. وقد وجه الفنان المصري أحمد سعد رسالة اعتذار إلى كل النساء التونسيات مستثنيا منظمة الحفل. وإلى هنا أترككم أصدقائي وأصدقاء القناة في رعاية الله وحفظه، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.